اتهموا الصوفية بالغلو في آل رسول الله. اتهموا الصوفية بالغلو في آل رسول الله، ونعم الغلو هو. فماذا فعلوا؟ أمامي كتاب ماذا يزعم؟ جواز الزنا على نساء رسول الله. والله هو الكتاب اسمه نوال المنى في إثبات عصمة أمهات وأزواج الأنبياء من الزنا للشيخ نسيب الرفاعي. ذكر مناظرة بينه وبين شيخه، ولن أسميه في هذه المحاضرة، ومن أراد أن يقرأ الكتاب ها هي المناظرة، يذكر له وبالدليل حسب زعمه جواز الزنا على نساء رسول الله. أهذا مبحث يجوز البحث فيه؟ أهذا كلام يقال؟ ماذا يفيد المسلم الآن أن يبحث هل تجوز السرقة على عمر بن الخطاب؟ هل يجوز لخالد بن الوليد أن يكون خائنا؟ ماذا فعل؟ ناس أفضوا إلى ربهم ورضي الله عنهم ونزل القرآن يترضى عنهم، فيأتي السلفية يفتحون بحث هل يجوز الزنا على نساء رسول الله، ثم تكون الجواب ويكون النتيجة ها هو يقول له ماذا تقول في أبي بكر الصديق أيزني؟ قال نعم. قال وابنته مثله. ها هو الكتاب. أما لا يا جماعة، لما نحن نعلن الحرب على هذه الحشوية ونحذر المسلمين منها ونحذر الشعوب، إياكم حافظوا على أبنائكم، حافظوا على وحدتكم العقائدية، على وحدتكم المذهبية، على وحدتكم الأخلاقية، حافظوا على انسجام الحاكم مع المحكوم، حافظوا على كل هذه الحقائق. حينما نقول هذا لأننا نعلم خطورة هذا الفكر على الشعوب الإسلامية. وأكرر ثنائي وأكرر شكري على بشاشتكم وكرمكم وحسن استقبالكم. أنا لا أعد نفسي في بلد الثاني، بل هذا بلدي الأول. حيثما سمعت لا إله إلا الله فاعلم أنك في بلدك الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.